ازيكم، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. جولة بقى النهاردة في شقة عروسة عراقية. الذوق هنا مختلف تماما، تفاصيل حلوة جدا، فيها دفى وفيها حب وفيها رقي. حطلنا لايك لقمر النهاردة، والأول مرة يشوفنا في القناة ياريت تشترك معانا، تستفيدوا جدا من الأفكار اللي بنقدمها والديكورات. العروسة بتجهزي أو ست بيت بتجددي بيتك، بصوا بقى أفكار النهاردة تعجبكم جدا جدا، خاصة بقى العرايس الجداد أو اللي عاوزة تعمل تغيير في البيت. هي هنا بتهتم جدا بأوضة النوم، كل شوية تغير في الفرش بتاعها، في الستايل، في الديكور بتاعها. بصوا بقى هنا دي أول تصميم أو أول ستايل أوضة النوم، طبعا صورتها بس مرسومة. بصوا أوضة النوم هما بيحبوا كمان الشغل اللي فيه قايمة أو الحاجات الكلاسيك أكتر من المودرن قوي. بصوا بقى الأوضة، ده المفرش حلو قوي ألوانه. بصوا دعوة حلوة من قلوبنا لأصحاب البيت، ربنا يهنيهم ويسعدهم اللهم آمين. الجولد اللون الأساسي مع درجة الجراي في الخشب بتاع الأوضة كله، والأكسسوارز برضو نفس الدرجات. بصوا ده شكل الدولاب، ده أول تصميم أو أول ستايل لأوضة النوم. طبعا في يعني هي عاملة أكتر من، مش قادرة أقول لكم عدد من الستايلات كتير جدا. شايفين بقى شكل الفرشة والمراية بتاعتها والميك اب وكل التفاصيل اللي هي مهتمة بيها، والشموع والبرفانات. طبعا العراقيات بيهتموا جدا ببيوتهم، عندهم كمية من النظافة والترتيب والاهتمام بالتفاصيل. بصوا ده الليفينج الانتريه مودرن. هنا بقى بصوا برضو اللون الجولد الأساسي في الخشب، داخل فيه شرايح ستانلس باللون الجولد. بصوا بقى الجمال بتاع الانتريه، سيمبل قوي مريح، ألوانه هادية، ألوان دافية. بصوا حتى الأباجورة حلوة قوي مودرن. هنا بقى دخلت شغل المودرن أكتر من أوضة النوم والبخور. العراقيات منظمات جدا، بيهتموا بالأكل بتفاصيل البيت. راقيات فعلا بجد، شابوه لكل الحاجات اللي بيعملوها. كنت فترة قدمت فيديوهات كتير ليهم، النهاردة بنعود يعني بفيديو لسيدة عراقية، طبعا هي مشهورة جدا على الانستا. لو حابين اسيب لكم لينك الانستا بتاعها عشان تستمتعوا بقى بالتفاصيل اللي بتعملها. بصوا بقى الكرسي الهزاز ابيض بس الشال احمر، عادي دفى بقى وجو رومانسي مع الدفاية. بصوا حلو قوي. عجبكم فيديو النهارده والنوعيه دي من الفيديوهات؟ اكتبوا لي في الكومنتات. تشجيع حلوه منكم للفيديو بلايك. اللايكات دايما بترفع الفيديو وتوصلها لاكبر عدد من الناس، يبدا ده يظهر عندهم يشوفوها اكتر. ده الصباح بتاعها كده، ونبدا بقى. وحتى برضو هنا كوشنز باللون الاحمر، وده دايما بقول عليه ان انا ممكن اغير في بيتي بكوشنز، بورد، بفازة ورد، بشموع، حاجات صغيرة لو انا مش قادرة اغير في البيت كله، بس هتحسسك بالتغيير. كلنا بنحب نغير في البيت او بنغير في ديكور البيت ونحس براحة كده كل ما تعملي ترتيب اكتر او فكرة جديدة في البيت. لكن دلوقتي طبعا كل الافكار عادت بتاخد مبلغ وقدره، فهي بقى هنا بتدينا افكار بسيطة وحلوة قوي. بصوا بقى اللون الاحمر هنا عادي، شكل حلو قوي. مجرد بس كرسي هزاز واتنين فوتيه وشال احمر مع شموع باللون الاحمر، ورد. عادي جو حلو او حلو قوي. الكراسي اللي موجوده دي رجليها الستانلس. القعده هنا حلوه قوي في الاوضه اللي فيها دفايه. يعني طبعا لما تقعدي بقى على كرسي هزاز مع دفايه مع التلفزيون، قاعده فيها هدوء. طبعا هنا مرايه، الاوضه مساحتها مش حاطه فيها اساس كتير مكركبه، لا حاجات بسيطه قوي. المرايه كمان بتدي اتساع. الستاير والبرائع سيمبل جدا، كذلك الاباجوره. الاوضه دي عجباني قوي، تفاصيلها القعده فيها مريحه. بصوا بقى هنا المطبخ، وده شكل من ترتيب المطبخ، هوريكم اكتر من شكل ليها. بصوا طبعا بيهتموا يكون في عندهم ترابيزة سفرة في المطبخ. الأساس عندهم الأكل في المطبخ أكتر ما يبقى في أوضة سفرة، ودي من الحاجات اللي بتعجبني عندهم. وكمان عندهم دايما فكرة المطبخين، مطبخ سخن ومطبخ بارد. المطبخ السخن اللي فيه الطبخ بقى والأكل الغدا وكده، المطبخ البارد في العصاير والحاجات بتاع العشاء الخفيفة اللي بقى فيها مشروبات. فكرة رائعة جدا، لو عندك المساحة تقدري تعملي فيها ده.
بصوا بقى جمال المطبخ برضو، هي بتحب لونه الجولد قوي داخل في الاكسسوارز، الاوراق الصحيه بتاع المطبخ والمبخره والتفاصيل. طبعا البخور عندهم اساسي يومي. طقوس بقى وعادات يوميه، عادات عربيه بتحسسنا فعلا بالدفى. بصوا بقى جمال المطبخ وترتيبه، اللون الابيض يا بنات من الالوان الرائعه في المطابخ، بيدي روح حلوه جدا. وعلى فكره سهل تنظيفه، مش صعب زي ما البعض بيعتقد. بلاش الافكار الغامقه في المطبخ، واعتقد الفكره دي معلش موجوده. الرخام ده ابيض، ودايما لو هتجيبي رخام ابيض يبقى يفضل يكون طبيعي. لو الرخام الابيض صناعي باي حاجه بتبقع فيه، وده عن تجارب ناس كتير اهو. بصوا جمال المطبخ، حلو جدا. على فكره المطبخ ده خشب مش ألموتال، بس ترتيبه وافكاره حلوه، وكمان مساحته كبيره، تقدري تخزني بقى اي حاجه انت عاوزاها، لان طبعا مستغل صح. بصوا هنا انتريه قمر حرفيا، نجد كابوتونيه باللون الجري الغامق، كوشنز ابيض، تابلوهات سيمبل، الترابيزه نفسها بالستانلس من تحت، بسيطه قوي، شكلها حلو جدا. بصوا قد ايه الانتريه ناعم، بس بيخطف قلبك بالتفاصيل البسيطه اللي هي عاملاها. طبعا المبخره برضو، اشكال المباخر عندهم بتشدني جدا. يمكن انا حبيت المباخر والجو ده من فيديوهات العراقيات صراحه. تحية خاصة بقى من كل سيدات مصر لسيدات العراق، وعلى الذوق الراقي اللي هم بينظموا بيه بيوتهم. بصوا بقى الجمال بتاع الانتريه، حلو قوي بجد. تسلم ايديها في كل التفاصيل اللي هي بتختارها في البيت والترتيب والديكور. لو هندخل المطبخ بقى هنتكلم عن تفاصيل قمر قمر. بصوا ده المطبخ بتاعها ابيض، وعامله بقى احتفال، عامله يعني ديكور راس السنه في المطبخ. هما بيهتموا جدا المطبخ، وبيهتموا ان يكون في ترابيزه سفره جوه المطبخ اكتر من اوضه سفره مستقله. وده فعلا الترابيزه اللي جوه المطبخ دي ترابيزه سفره، والجو ده بيحسسك بالدفى، الاكل موجود سخن مع لمه العيله، حلو جدا. بصوا بقى الديكور بتاع راس السنه حلو قوي. عفوا. بابا نويل بقى، والجو اللي بحب أوي جو الصواني المرايات دي بيبقى عليها الشموع، حلو أوي. ده ديكور تاني برضو لرأس السنة بشكل مختلف، كراسي مختلفة. بص الجمال اللي هي عاملاه هنا، بجد تسلم ايديها على كل التفاصيل اللي بتعملها. بس هنا بقى بدل الأحمر بقى فيه اهتمام كمان باللون الأخضر أكتر أهو، حلوين جدا. واللي بحب أوي المشايات اللي على شكل أشكال مجسمة. طبعا المشايات دي ممكن ما تستحملش أوي عشان لونها أبيض، لكن لأنها بتغير كتير فطبعا سهل تنظيفها اهو. حلوة قوي التفاصيل اللي فيه. بصوا بقى جمال المطبخ الابيض مع الاحمر. يا بنات هتعملي مطبخ اعملي ابيض وما تقلقيش. طبعا فكرة المطبخ الغامق طبعا فكرة عادة قديمة قوي. بصوا ده الانتريه اللي شفناه قبل كده، بس بصوا هي غيرت فيه في الكوشنز برضو باحتفال برأس السنة، في الصينية اللي عليها الديكور. ده اللي انا بقول عليه، اللي انا ممكن اغير في بيتي بتفاصيل بسيطة. ده انتريه تاني باللون الكحلي، واللون الكحلي او الازرق ده من الدرجات اللي انا بحبها جدا. اولا لون لو هتعملي منه انتريه او صالون ما بيقدمش، يعني مش بقى فتره، بقى في ساعات موضه يطلع لون ترندي قوي، وبعدين بقى الفتره اللي بعدها ما تحسيش ان اللون لايق. لكن اللون الكحلي ده لون حيادي، لون راقي وهادي قوي، فما بتقلقيش منه لما بتعمليه في اي شغل عندك. وطبعا مع البوكيه الورد بقى الالوانه حلوه قوي مبهجه دي، مع اللون الكحلي يعمل شغل حلو جدا. شايفين المبخره برضو والصينيه الازاز، شابوه ليكي يا مروة بجد. هنا بقى ندخل أوضة النوم باللون الأحمر، هي لابسة كمان بيجامة حمراء، الملاية حمراء، الكوشنز، التفاصيل. أنا هنهي هنا بالجزء ده. طبعا هي مرتبة الأوض بتاعتها بأكتر من فكرة. لو عاوزين فيديو تاني للتجميعات دي والأفكار دي اكتبولي في الكومنتات، هجهز لكم فيديو تاني ليها كمان. بصوا بقى، بصوا السرير ابيض في الاحمر تحفه. في جوه بقى كورنر بخارة كان مكتوب عليها اسمها، جوه كورنر برضو عليه الكرسي الهزاز. الكورنر ده عرضته لكم قبل كده، وعليه شال احمر وتفاصيل حلوه جدا. لو عاوزين بقيه البيت وبقيه التفاصيل اللي عاملاها في اوضه النوم والمطبخ والبقيه الشقه بتاعتها اكتبوا لي في الكومنتات. اتمنى ان فيديو النهارده يكون نال اعجاب حضراتكم واستفدتوا منه ولو بفكره. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد وفكره جديده وبيت جديد وعروسه جديده. اتمنى لحضراتكم مشاهده ممتعه. نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.